السلام عليكم اخواتي ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم طبخ وحلويات سلمى. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا مع بعضياتنا كيكه بحجم عائلي، كيكه عملاقه. كنحتاجوا هاد النوع ديال الكيكات هكذا في الاعياد وفي المناسبات، وحتى الا جايين عندنا شي ضياف اللي هما عزاز. كيكه بالحامض كتجي رطبه خفيفه وهشيشه اسفنجيه، وكتبقى معكم مرطبه حتى ل5 ايام. غير سدوا عليها في شي علبه ما يضربهاش هكذا الهواء، وغادي تبقى لكم مرطبه لمده طويله. كيكه بنينه بزاف غادي نوجدوها مع بعضياتنا باسهل طريقه وبمقادير اللي هما مضبوطين. النتيجه اكثر من رائعه اخواتي. شوفوا معايا كيفاش كتجي رطبه وخفيفه ومنكهه بالحامض. فخليكم معايا اخواتي، نبداو الفيديو ديالنا كيف ما ديما بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما تنساوش أخواتي تعاونوني بواحد لايك الفيديو، الله يجازيكم بالخير، باش يبان عند أخوات وحدين أخرين. غادي نعبروا المقادير ديالنا كاملهم هكذا، يا إما بالزلافة يا إما بالكيسان. فغادي نحتاجو 5 حبات تاع البيض، 2 كيسان ديال السكر سنيدة، و2 كيسان ديال الحليب، كاس ونص ديال الزيت. وغادي نحتاجو القشره تاع الحامض والعصير تاع حامضه، 3 ديال استسمح 4 ديال الساشيات ديال الخميره تاع الحلويات. وغادي نحتاجو واحد الفلون ديال هكذا ديال الشينوا ديال درهم. فالفلون كيعطينا واحد الخفه وواحد اللون زوين بزاف للكيكه. هنا عندي المول اللي غادي نستعملو الحجم ديالو كبير، فغادي نكتب لكم ان شاء الله في صندوق الوصف بالضبط شحال فيه في العرض هكذا وفي الطول، حيت نسيت ما عبرته معكم اخواتي. فهاد الطاوه راه كاينه عند بزاف ديال الاخوات، كنطيبوا فيها هكذا الحوت وتنطيبوا فيها الدجاج. فغادي نديروا فيها اليوم ان شاء الله مع بعضياتنا هاد الكيكه اللي كتجي كبيره بحجم عائلي وكتجي هشيشه وخفيفه. فكنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها. فنبداو على بركه الله. فالبول اللي غادي نطحن فيه اولا نخدم فيه، درت 5 ديال الحبات تاع البيض وقريصه تاع الملح، وبديت كنخدم البيض مزيان حتى كيتضاعف فيه الحجم ديالو. فانا خدمت بالميكسور. الا كان عندكم الضراب الكهربائي هكا ضرب ديال الضوء، فخدموا البيض حتى يبدا يطلع مزيان. عاد زيدوا السكر. انا زدت 2 كيسان ديال السكر اللي هما زلافه تكون ما عمرش. وغادي نزيد هذاك كاس اونص ديال الزيت ما غاديش نكتروها باش تجينا الكيكه ديالنا خفيفه وهشيشه. وغادي نبداو نزيدو الدقيق الزيت استسمح، غادي نبداو نزيدوه شويه بشويه وحنا كنخلطو بنفس هذه الطريقه. غادي نخدمو بالضراب الكهربائي بنفس الطريقه. وغادي نزيد الحليب، غادي نزيد هذيك العلبه ديال الفلون. الا كانت متوفره عندكم فديروها، راه كتعاوننا باش تجينا الكيكه ديالنا خفيفه وكتعطي الكيكه واحد اللون اللي زوين بزاف. غادي نطحن مزيان بالميكسور. غادي نحيد في هذه المرحله الميكسور، وغادي نزيد القشره ديال الحامض. انا هنا عندي القشره ديال الحامضه كاملها حبه وحده، اللي تكونوا غسلتوها ومسحتوها مزيان وحكوها في الحكاكه الرقيقه. وغادي نبدا نزيد الدقيق. فهنا اخواتي غادي نبدا نضيف معكم الدقيق شويه بشويه باش نعبر معكم الكميه تاع الدقيق. انا موالفه كنخلط هاد الكيكه ما كنعبرش الدقيق، ولكن على حساب الاخوات باش تنجح معهم الكيكه فغادي نخلطوا شويه بشويه. نقول لكم كميه تاع الدقيق بالضبط. هنا درت 2 كيسان ديال الدقيق الاولانيين، غربلتهم على الخليط ديال الكيكه وغادي نخلط مزيان. كنخلطوا في هذه المرحله غير بالضرب اليدوي. هنا غادي نزيد الكاس الثالث وغادي نخلط مزيان. حتى نتاكدوا باللي الدقيق راه انسجم لينا مع الخليط ديال الكيكه. عاد غادي نضيفوا الكاس الرابع. اختاروا نوعيه تاع الدقيق تكون ممتازه ديال الحلويات، يكون هكا دقيق اللي اللون ديالو فاتح ويكون خفيف. وغادي نخلط شويه بشويه.
فخذوا وقتكم اخواتي في هذه المرحله. انا حاولت ما نقطعش معكم الفيديو، لقطات من الفيديو حاولت غير نسرعو معكم باش ما يجيكمش طويل بزاف. فحتى لدابا راه درنا 4 ديال الكيسان ديال دقيق الفرص، ديما العبار بالكاس ديال العنبه، الكيسان اللي يكونوا عامرين وممسوحين. هذا الكاس الخامس غادي نزيدو شويه بشويه في هذه المرحله. فالكاس الخامس حاولوا ما تزيدوش كامل دقه واحده باش ما يتقالش معكم الخليط ديال الكيكه، حيت راه تيبقى على حسب الحجم ديال البيض وعلى حسب النوعيه ديال الدقيق. ولكن هاد الكيكه انا جربتها شحال من مره تقريبا بشي 3 ديال الانواع ديال الدقيق، بامغاليتا وبميمونه وبالاتقان. فالاتقان رقم 1 كيجيب الكيكات خفاف. المهم انا جربت بزاف ديال الانواع ديال الدقيق ودخل ليا نفس الكميه ديال الدقيق لهاد الخليط ديال الكيكه. فكنتمنى ان شاء الله انكم تجربوا هاد الكيكه، راه كتجي خفيفه ورطبه وكتنفعنا بزاف هكذا الا جايين عندنا الضياف. غادي نحتاج 4 ديال الساشيات ديال الخميره تاع الحلويات، غادي نزيدهم في الاخير. ضروري ما نغربلوهم. بعض المرات كنجيبوا الخميره كنلقاوها متكتله، كتكون قديمه عند بحال هكا لي سوبر مارشي ولا مولي الحوانت. المهم يكون افضل انكم تغربلوا الخميره تاع الحلوه. وغادي نحركو مزيان. ديما الكيكه تاع الحامض كنخليو الخميره هي الاخيره، هي والعصير تاع الحامض باش كتجينا الكيكه خفيفه ومهويه. هنا غادي نزيد عصير ديال الحامضه اللي متوسطه. غادي نحتاج 4 ديال المعالق كبار ديال العصير تاع الحامض، ولكن ما تضيفوهمش دقه واحده. انا زدت 3 في الاول وخلطت مزيان. عاد باش غادي نزيد المعلقه الرابعه وتنخلطو مزيان. فالقوام ديال هذا الخليط تاع الكيكه كيتبدل لينا ملي كنزيدو العصير تاع الحامض، كيولي خفيف ومهوي وتيولي عامر فقاعات. هذا باش هاد الكيكه متميزه، كتجي خفيفه ورطبه وكتبقى معكم مرطبه حتى ل5 ايام حتى ل6 ايام. فغير جربوها اخواتي غادي تعجبكم بزاف. هنا هاد الطاوه اللي دهنت بزبده ديال العلب ورشيتها بالدقيق، غادي نخوي فيها الخليط ديال الكيكه وغادي ندخلها طيب في الفران اللي نكون شعلته من قبل على درجه حراره 160. يكون الفران شاعل غير من الاسفل. هاد الطاوه غادي نحطها في وسط منها طاوه واحده اخرى باش ما تحرقش معايا الكيكه دغيا من التحت، طيب معايا من التحت وتبقى ليا معجنه من الداخل. غادي ندخل الطاوه للرف الوسطاني. حطيت ضعف ليا الحجم ديال الكيكه تطلع معايا بهذه الطريقه وتجيني محمره من الجناب. عاد غادي نزلها الرف التحتاني، نطفي عليها الفران من الاسفل ونشعل عليها من الفوق. تحمر معايا الكيكه، فاللون تاعها تيجي غزال، تجي هاد الكيكه زوينه بزاف. فكنصحكم بشده اخواتي تجربوها وشوفوا معايا كيفاش كتجي طالعه. كتجي طالعه وخفيفه. وبالنسبه للتزيين اخواتي زينوا باللي متوفر عندكم. انا هنا جبت الكونفيتور كان عندي في الثلاجه، دهنت به الوجه ديال الكيكه. ديروا واحد الكميه اللي تكون معتبره باش تبقى لكم الكيكه رطبه. وزينت بشويه تاع اللوز ايفيلي محمر. وانتم زينوا بالكوك اولا دهنوا غير بالناباج وزينوا بالكوك. المهم نتوما زينوا باللي متوفر عندكم اخواتي. انا غادي ندوز باش نقطعها معكم من بعد ما بردت. دغيا كيدوز فيها السكين، هذا دليل انه هذه الكيكه راها رطبه وما شاء الله راه بحجم عائلي غتاكلوا فيها نتوما ووليداتكم وتذوقوا منها باقي الحباب. وتشيط لكم ما شاء الله كتجي كيكه اللي طالعه وكتجي خفيفه ورطبه وهشيشه وبالمذاق ديال الحامض. فهاد الكيكه غتعجب بزاف المحبين تاع الحامض. شوفوا معايا اخواتي كتجي رطبه وخفيفه. غنقطع معكم اخواتي واحد الطريف باش تشوفوها من الداخل كيفاش كتجي. شوفوا معايا اخواتي كتجي خفيفه وكتجي رطيبه ومهويه وكتذوب في الفم بحال كتاكلوا شي جينواز خفيف ورطب. ولونها اكثر من رائع بهذاك الفلون ديال الشينوا اللي زدت في الخليط. فكنتمنى اخواتي انه الوصفه ديال اليوم تعجبكم، وكنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وما تنساونيش.
عافاكم من واحد لايك الفيديو. الله يجازيكم بالخير باش يبان هاد الفيديو عند اخوات وحدين اخرين ويجربوا معنا هاد الكيكه. وصلت معكم الاخر تاع الفيديو، شكرا لكم بزاف على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.